أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست إديوناس، بودكاست بنتكلم فيه عن آخر تطورات التعليم في مصر. والنهاردة ضيفتنا أستاذة سارة أنسي IG برنسبل في جينيسيس انترناشونال سكول. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة سارة. اهلا بيك. مبسوطين إن حضرتك معانا جدا انا النهاردة. اكتر. ممكن في البداية نعرف الباك جراوند بتاع حضرتك في التعليم؟ اكيد. انا ساره انسي. حاليا التايتل بتاعي IGCSE Principal في مدرسه جينيسيس انترناشونال سكول. besides انا ممبر في الاكاديميك كوميتي المسؤوله عن الكريكولم ديزايننج وتطوير المناهج في المدرسه. يمكن الباك جراوند بتاعتي في مجال الاديوكيشن بدات لونج تايم اجو في 2006، وبدات الكارير بتاعي كانجلش تيتشر، وكان ده في الخليج. اقدر يعني when I recall الكارير experience بتاعتي ان انا اقول ان انا الحمد لله كنت من الناس المحظوظين ان اتاحت لي الفرصه ان انا اجوين مش بس educational systems مختلفه، على قد ما ان انا كمان لعبت ادوار مختلفه في التعليم. بدات كانجلش تيتشر، بعد كده بقيت HOD او head of department. قدرت الحمد لله deliver some courses في جامعات في الخليج. بعد كده لقيت نفسي جدا so much passionate للتعليم، فبدات اتيك extra steps ناحيه البروفيشنال ديفلوبمنت، وقدرت ابقى الاكاديميك دين. وفاينلي الحمد لله دلوقتي انا البرنسبل للاي جي سي اس اي ستيج في مدرسه جينيسيس الدوليه. ممكن أعرف من حضرتك إيه أنواع المناهج الموجودة في جينيسيس؟ تمام، خليني اعرفك الاول عن جينيسيس كمدرسه. هي مدرسه طبعا الحمد لله لينا خبره طويله جدا في مجال التعليم، والمدرسه بتؤمن جدا جدا بالتنوع والدايفرستي، وحاجه اسمها في التعليم الانكلوسيف براكتس، ان كل طالب من حقه انه يتعلم بالكواليتي اللي هو محتاجها. عشان كده المدرسه بتقدم 3 انظمه تعليميه مختلفه. بنقدم اول نظام وهو السيمي انترناشونال بلس الامريكان كوريكولم بالاضافه الى البريتش سيستم. عشان كده طبعا اختيار المناهج بيكون متوقف على نوع النظام التعليمي نفسه. مثلا في الامريكان سيكشن احنا we are using الكومن كور ستيت ستاندرد، وده في المواد اللي هي الانجليش والماث. بنستخدم النكست جنريشن في الساينس، وبنستخدم اللي هو الكومن يوروبيان فريم ورك في السكند لانجوج اللي هم الدويتش والفرنش. بالنسبه بقى للسكشن البريتش بن ابلاي كامبريدج فريم ورك. طب ليه جينيسيس بتقول عن المناهج بتاعتها إن هي فريدة من نوعها أو مختلفة؟ أهم حاجة بتخلّي المناهج متميزة في جينيسيس هي طريقة تطبيقها، لإن جينيسيس بتتعمد إن هي تعمل balance ما بين 3 areas أساسية. الarea الأولانية هي الknowledge أو المعرفة، الarea التانية اللي هي الvalues والمبادئ اللي مرتبطة بالbackground بتاعة الطلبة، والarea التالتة وهي الأهم تطوير الskills أو المهارات عند الطلبة. فما بيبقاش المنهج عندنا مقتصر على مجرد مجموعة من الدروس أو المعلومات اللي الطالب بيكتسبها من غير ما يقدر يطبقها أو يترجمها في مهارات. هي جورني كاملة يعتبر الطالب بيخشها من أولها لآخرها. exactly. ويمكن ده أكتر حاجة دلوقتي بيحتاجها الطالب، اللي هو بقى خلاص التكنولوجيا جزء من حياته. هو بقى طالب ملول، ما بيحتاجش بس إن هو يقعد طول الوقت إن هو معاه paper وبنسل وقراية، على قد ما هو دايما بيتساءل ويقول هو أنا what for، أنا ليه بدرس ده، ليه بتعلم ده. فلو المدرسة مش قادرة إن هي تحقق التوازن ما بين الربط ما بين الطالب بيتعلم إيه وإزاي بيأبلاي أو بيستخدمه في الحياة الفعلية، هنقدر نقول إن المنهج توقف عن تحقيق دوره الأساسي وهو الريل لايف ابلكيشن. إحنا طب جينيسيس بنسمع إن المناهج مربوطة أفقيا ورأسيا، ده معناها إيه؟ طيب خليني أكلمك عن النقطة دي من وجهة نظر أكاديمية، واللي إحنا كتربويين بنسميها ال Vertical and Horizontal Alignment، اللي هي إن إزاي إحنا كمصممين للمناهج بنتأكد إن المناهج أو الكونسبتس أو المعلومات اللي الطالب محتاج يحققها هي مترابطة ببعض على إطار أفقي ورأسي. طب تعالى نمسك الأول الإطار اللي هو الأفقي. كمصممين للمناهج لازم نتأكد إن كل مرحلة عمرية بتخلي الطالب جاهز ومستعد للمرحلة اللي بعدها. أما عن النوع التاني من أنواع اللي هو الألاينمنت للمناهج، وهو الألاينمنت الهوريزونتال أو الرأسي، فهو بيقيس استعداد الطالب وتطوره من مرحلة دراسية للتانية في نفس الأكاديميك يير. وده طبعا بيكون مهم جدا 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 لينا، إن إحنا لما بنحتاج نقيم استخدامنا للمناهج، هل إحنا محتاجين إن إحنا نطور برامج تانية، نعمل intervention plan، هل المدرسين عندهم دراية باحتياجات كل مادة والتانية. لأن خلي بالك إن الفيرتيكال وهوريزونتال ألاينمنت كمان مهم جدا across السبجكتس المختلفة، مش بس في كل سبجكت لوحدها. طبعا لازم يبقى الطالب ملم بكل حاجة، يعني ملم هو بخد إيه السنة اللي فاتت وكونكتد بيه السنة اللي بعديها ولا لأ. بالظبط. بالإضافة لده خليني أكلمك على نوع أدفانس شوية من الفيرتيكال والهوريزونتال ألاينمنت اللي إحنا بنسميه الانتر ديسيبليناري أو الكروس كريكولم. وده معناه إن ممكن مثلا إن الطالب يكون عنده كونسبت معين في الساينس، بس هو عشان يقدر يكتسبه أو يطوره محتاج إن سبجكت زي الإنجليش تكون مخلية الطالب ريدي إن هو يقرأ إن هو يكتب، وسبجكت تانية زي الماث تكون محتاجة إن مادة تانية زي الساينس تو ديفلوب النولج بتاعت الولد في مادة تانية. ده حاجة هايلة جدا. أكيد. عشان كده هي بنعتبر إن هي حاجة كومبلكس جدا ومش سهل إن هي تتنفذ على أرض الواقع.
طب ايه الريسورسز الموجوده في جينيسيس عشان تدعم المناهج دي؟ أكيد طبعًا to utilize الresources بشكل effective إحنا بنعمل أول حاجة إن إحنا بنعمل need analysis. الneed analysis ده هو نوع من تحديد الاحتياجات، والاحتياجات دي بتكون احتياجات مهارية ومعرفية، وبناءً عليها بنحتاج إن إحنا نقرر إيه هي الresources اللي بتنقسم لأجزاء كتيرة. أول حاجة عندنا طبعًا بتكون اللي هي الtext book أو اللي هو الكتب المتاحة، بيكون عندنا digital resources الحاجات اللي طبعًا الweb sites الولاد بيستخدموها. بنحتاج كمان نركز جدًا، جدًا على إيه الpartnership والaffiliation اللي هنعملها مع مؤسسات تانية تساعد الطلاب إن هم يapply الحاجات اللي اتعلموها بشكل practical سواء بقى community service. ممكن نعرف ايه البارتنرشيبس الموجوده مع جينيسيس؟ utilization of resources هي من أهم الفاكتورز اللي بتأفكت النجاح بتاع اللي هو الeducational process كلها، سواء كانت الريسورسز دي including التكست بوك أو اللي هي الكتب اللي الطلبة بيستخدموها أو الديجيتال ريسورسز أو الويب سايتس أو الفيلد تريبس أو البارتنرشيب اللي المدرسة ممكن تعملها مع بعض المؤسسات اللي بتخلي الطلاب إن هم to spend certain credit hours أو خلينا نقول community service بيدعموا بيها أو بيطبقوا من خلالها كل الحاجات اللي هم استخدموها وحققوها. طب بما ان في بارتنرشيبس مع المدرسه زي ايه موجوده؟ طبعا تحديد واختيار البارتنرشيب بتكون على حسب الرؤية للمدرسة، ففي بارتنرشيب بتكون مع بعض المؤسسات المختصة في الخدمة المجتمعية، في بارتنرشيب بتكون مع بعض المراكز المتخصصة في تطوير اللغة عند الولاد زي مثلا تعليم مثلا الدويتش أو الفرنش أو إلى خلافه، بالإضافة إلى نوع ثالث من الافيليشن اللي بيتم مع بعض اليونيفرسيتيز عشان ننظم معاهم يونيفرسيتي فير ونعمل بعض انواع الفيلد تريبس. طب ازاي كلاس رومز في جينيسيس مختلفه؟ الكلاس روم في جينيسيس هو student centered، ومعنى ان هو student centered فمعناه ان الستودنت هو جزء من الeducational process نفسها. فبدل ما بنتخيل الكلاس اللي هو teacher بيقوم فيه بكل الدور فطول الوقت teacher بيتكلم بيشرح بيسأل، لا احنا عندنا نوع مختلف من التعليم. الطالب فيه هو اللي بيعمل ريسيرش، هو اللي بيسأل، الطلبة بيشتغلوا في جروبس، الطلبة عندهم حرية الاختيار نوع الليرنينج اكتيفيتي اللي بيعملوه. دي حاجه جميله ان الطالب بيحس ان هو مشارك مش ان هو منعزل او هو بيسمع معلومه وخلاص. أكيد، وده أهم فاكتور عشان يحل مشكلة دلوقتي بقت مشكلة فعلا existing في معظم الأنظمة التعليمية، وهي إن الطالب فاقد الباشن أو هو مش engaged في الليرنينج بروسيس نفسها. فبدل ما يبقى الطالب طول الوقت حاسس إن هو forced to follow track معين، لا هو عنده نوع من أنواع الديفرنشيشن ونوع من أنواع الفريدم من خلالها بيحس إن هو عنده ownership ناحية الحاجة اللي هو بيعملها. طب ايه هي ال AP programs وازاي بتشتغل في جينيسيس؟ ال AP program أو ال AP عامةً هي اختصار لكلمة Advanced Placement Test، وهي نوع من أنواع الاختبارات اللي بتقدمها الجهة المانحة أو الجهة المصممة للاختبار اللي هي الCollege Board، هي جهة أمريكية. ال Advanced Placement Test هي courses advanced لأنها بlevel university بالضبط، بنقدمها في المرحلة الثانوي من التعليم الأمريكي، ومن خلالها بيبدأ الطالب يكون محقق ل3 امتيازات أساسية. الامتياز الأول إن هو ready للuniversity، الامتياز التاني إن أنا بتشالنج الطالب اللي هو smart أو above level، زي ما أنا بالظبط ساعات بحتاج إن أنا أكونسيدر الولاد اللي هم below level. والامتياز التالت والأهم إن هي بتعطي الولاد privileges في بعض الجامعات زي مثلا extra weight، بدل ما يبقى مثلا الويت بتاعها 4 بيبقى الويت 5، أو إن هو بياخد exception من بعض مثلا الكورسز اللي في البريب يير. وطبعا الادفانس بليسمنت هي بتقدم في مواد مختلفة كل طالب بيختارها على حسب التارجت بتاعه في الجامعة. دي حاجه حلوه ان هو يبقى جاهز ان هو داخل الجامعه اللي هو عايزها، يعني هو بيدرس اللي هو عايز يخشه مش بيدرس كل المواد اللي قدامه. أكيد طبعا، وبتخلينا إحنا كمان كمدرسة قادرين تايدنتيفاي النيدز بتاعت الطلبة بتوعنا بشكل كويس، فبنقدر نعمل نوع من أنواع البروجكشن، إيه أهم الميجرز اللي الطلبة محتاجينها. وبلس ده بيرجعنا للنقطة الأولانية اللي هي الفيرتيكال والهوريزونتال الاينمنت. لما أنا عندي طالب هو ادفانسد وعايز يوصل للاي بي كورس اللي هو تبقى حاجة ادفانس جدا، فأنا كمدرسة لازم أطور المناهج في المراحل الأقل، لأن أنا مش هاجي كده يعني out of nowhere في الهاي سكول أكتشف إن أنا عندي طالب محتاج level knowledge عالي قوي، لا أنا بقى already بعمل له preparation دي. طب حلو جدا. طب حاجه انا معجب بيها جدا في مدرسه جينيسيس اللي هي reading programs. ازاي بتطبقوها في المدرسه وازاي بتخلوا الطلاب دايما موجودين فيها؟ أكيد طبعا أنت عارف إن الريدنج ده من أكتر الحاجات اللي بتكون شوية challenging إن إحنا to develop النولج أو السكيلز عند الولاد. في ناس كتير قوي بتعتبر إن الريدنج ده burden أو إن هو مش حاجة أنا هعملها بحب، وفي ناس كتيرة بتحب الريدنج بس بتشوف إن أنا عندي صعوبة في الريدنج سواء بقى fluency أنا باخد وقت طويل أو الكومبريهنشن إن أنا أفهمه، وخصوصا طبعا في الأيرلي years. عشان كده المدرسة عندنا عندها reading program اسمه guided reading program.
الجايدد ريدنج بروجرام ده هو بروجرام بيخلينا نحقق أهداف الفلوينسي، احنا نقرا بسرعة كويسة، والكومبريهنشن ان انا افهم. في نفس الوقت بيقدر المدرس يشتغل مع كل طالب على حسب احتياجاته واستعداده على الريدنج نفسه. طب ايه البرامج الموجودة في الجينيسيس عشان تدعم المناهج بتاعتها؟ زي ما قلنا طبعا في الأول إن احتياجات الطلاب اختلفت، والإكسبكتيشنز بتاعت أولياء الأمور اختلفت، والفيجن نفسها بتاعت معظم المدارس اختلفت. فبقى فكرة إن أي مدرسة تعتمد بس على مجرد منهج تعليمي أو ريسورسز تقليدية ما بقاش كفاية إن أنت تحس إن أنت كمدرسة مميز في طريقة تطوير المناهج. وعشان كده بتبدأ المدارس تفكر في البروجرامز اللي هتسبورت ده. البروجرامز طبعا أنواعها مختلفة. أول نوع من أنواع البروجرام هو اسمه co-curricular programs، وهي برامج بتتعاون مع الأكاديميك كونتنت نفسه. هي برامج أكاديمية زي reading program مثلا، هو برنامج بيخدم الأكاديميك objective في القراية. في برامج تانية اسمها extra curricular projects، وهي البرامج اللي بتخلي الطالب يحس إن اللي بيتعلمه ممكن يطبقه في حاجة بعيدا خالص 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 عن مجرد الإطار الفيري traditional للتعليم. زي مثلا إيه؟ في من البرامج اللي احنا متميزين بيها كمدرسة هو برنامج GMUN، والGMUN ده هو موديل يونايتد نيشنز. هو بالظبط نوع من أنواع البرامج اللي بتسبورت البوليتيكال باك جراوند عند الولاد، بتخلي الولاد عندهم مقدرة رهيبة إن هم يعملوا ديبيت to argue، إن هم يعملوا presentations، وفي نفس الوقت بيكونوا aware بكل التوبكس اللي موجودة worldwide، زي مثلا كل الحاجات اللي بتبقى مختصة في السياسة وإلى خلافه، بس من منظورهم هم الشخصي. من البرامج التانية برضو اللي أنا بعتبر إن إحنا كجينيسيس الحمد لله محققين فيها سكسس جامد قوي، الستودنت يونيون، أو البرامج اللي هي مختصة باتحاد الطلبة. اتحاد الطلبة دي احنا كنا بنسمع عليها في الجامعة، بس كان هي ما كانتش موجودة بشكل كبير في المدارس. بس خليني أقول لك طبعا إن اتحاد الطلبة من المنظور اللي موجود دلوقتي هو مختلف تماما. الليدرشيب سكيلز اللي عند الولاد مختلفة. بيكون البروجرام نفسه مبني إن احنا نعمل كوميتيز مختلفة، كل ستودنت بيعمل كامبين كامل يقدم فيه ايه الفيجن بتاعته، ايه الحاجات اللي هو يقدر يعملها في الكونتكست بتاع المدرسة. الطلبة بيعملوا فوتنج وبيحطوا البروجرام بتاعهم وبينفذوه طول السنة، وهم اللي بيبقوا مسؤولين عن تنفيذه. حاجة كويسة إن هو بيبني سكيلز من هو صغير في المواضيع. أكيد طبعا. عشان كده برضو أرجع وأقول لك نفس النقطة، إن هو it's more than curriculum. لو المدرسة اقتصرت بس عن إن أنا عندي curriculum من غير ما أعمل support للcurriculum ده، من غير ما أعمله بشكل serving كويس من خلال البروجرامز كلها، فميك شور إن أنت الcurriculum ده بالنسبة لك بقى useless. وبرضو الستودنت هيحس إن هو الموضوع بقى ممل، أنا ما بروحش غير إن أنا أسمع أعمل الهوم ورك بتاعي بس بالظبط. لكن برضو لما يخش ستودنت يونيون يبقى في بروجرامز تانية بتشجعه يطبق الحاجات اللي هو بياخدها دي تفرق معاه جدا. من برضو البروجرامز اللي دايما الطلاب بيكون عندنا فيدباك عنها very constructive الستيم بروجرام. والستيم بروجرام ده طبعا خليني اقول لك ان هو integrated across كل السبجكتس في المدرسه. جميل جدا. الستيم هو نوع من انواع البروجرامز اللي بتعمل انتجريشن ما بين كل السبجكت، ساينس، تكنولوجي، انجينيرينج، ماثيماتكس، ارت، وبتخلي الولاد يحلوا مشاكل موجوده في الحياه حقيقيه من خلال تفكيرهم هم. فكل طالب بيبدا يتقدم له مشكله، المشكله دي مشكله من الحياه، ممكن تكون مثلا المشكله دي ازاي تخلي البيلدنج بتاعت المدرسه احسن، ممكن تكون مشكلة حقيقية، مشكلة موجودة في الواقع ومن الواقع الخاص بالطلبة. ممكن تكون المشكلة دي لو انت الثيرمال كاب بتاعك is not working well وانت جاي يوم في المدرسة، تقدر تعمل ايه؟ بيبدأ بقى الطالب يعمل ريكولينج، أنا في الساينس تعلمت كذا، أنا في الماث خدت كذا، أنا في الإنجليش خدت كذا، طب why not to apply؟ وبيبدأ يجي هو ببروجكت خاص بيه وبيعمل له بروبوزل وتستنج وتراينج. وعايزه اقول لك ان احنا بنوصل الحمد لله لمرحله ان الولاد بعد ما بيعملوا كل البروسيس دي بيقدروا يقدموا ويشاركوا بالبروجكتس بتاعتهم في حاجات انترناشونال ريكوجنايزد، وممكن ياخدوا ما يشبه ببراءه الاختراع للحاجه اللي هم جميل جدا. دي حقيقه فعلا. طب ايه التكنولوجيز اللي معمول لها انتجريشنز في مدرسه جينيسيس؟ التكنولوجي هو خليني اقول لك هي انتجرال كومبوننت من الاديوكيشن، يعني هي جزء موجود في كل حاجه، هو جزء لا يتجزأ دلوقتي من الاديوكيشن طبعا. بيبدا من الويب سايت بتاع المدرسه او LMS اللي هو Learning Management System، اللي الطالب طول الوقت هو بيبقى updated بكل حاجة تخص الeducation، الويكلي بلان بتاعتي ايه، الجريدز بتاعتي ايه، الاونلاين assignments بتاعتي ايه، بتواصل مع التيتشرز ازاي، الابديتس بتاعته موجودة عليه. exactly. نفس الريدنج بروجرام ليه ديجيتال ريسورسز والولاد بيعملوا اونلاين ريدنج. في كمان طبعا ريسورسز كتيره جدا اللي المدرسين بيبداوا يطبقوها جوه الفصل عشان يعملوا الجيميفيكيشن ويعملوا البروجكتس اللي هي مبنيه على استخدام التكنولوجي. جميل جدا. ازاي في الجينيسيس بنختار المدرسين وبنتابع البرفورمانس بتاعهم بعد كده؟
من أهم مميزات أي international system إلى جانب الحاجات اللي هي الconcepts اللي عند بعض الناس إن الinternational system دايمًا بيبقى فيه نوع من أنواع الرفاهية أو إلى خلافه، فكرة إن إحنا بنبقى دايمًا عندنا international benchmarks أو standards. ففكرة المعايير لاختيار المدرس سواء based على هو استعداده إيه أو الqualifications إيه، أو حتى اللي هو على الجانب اللي هو الpsychological، وإن إزاي المدرس ده قادر إن هو to maintain الstudents well being، ما بيكونش قرار المدرسة، لكن بيكون directed من خلال الinternational benchmarks. فمثلًا أيًا ما يكون جهة الاعتماد سواء للنظام البريطاني أو الأمريكي، بيكون عندك certain qualification، زي مثلًا إن المدرس ده يكون حضر courses معينة بتأهله إن هو يقدر يتعامل مع الولاد اللي عندهم احتياجات خاصة، سواء الاحتياجات الخاصة دي إن هو academically ضعيف أو إن هو عنده نوع من أنواع مثلًا صعوبات التعلم أو ADHD أو إلى خلافه. في كمان من ضمن الحاجات الأساسية اللي بنعتبر إن إحنا بنregulate بيها عملية الhiring هي الprocess نفسها بتاعة الinterview. ففي الinterview بنعمل many exams وmany tests عشان تقدر من خلالها تحدد الemotional intelligence بتاع المدرس، استعداد المدرس إن هو يتعامل مع مواقف معينة في الclass. فمثلًا الinterview ما بقاش الinterview التقليدي اللي هو كلمنا عن نفسك بعد 10 سنين أو أنت عرفت عن مدرستنا إزاي، على قد ما أنت بتدّي لهم situations. أنت في فصل حصل معاك كذا what would you say and what would you do. هو دي أكيد أكتر حاجة هتضمن هو المواقف اللي هتجيله هيتعامل فيها إزاي. طبعًا خلّينا نقول حتى وإن كانت ما بتدّيناش زي indication بنسبة 100%، بس at least بتدّيني أنا كمدرسة. بيبقى باين من body language برضه، بيبقى باين من طريقة رد وخلّي الفعل. بالك مش دايمًا الresults إن أنا باستخدمها إن أنا to accept or to decline الcandidate، لأ sometimes بتخلّيني أنا هو أنا إيه الprofessional development program اللي أنا محتاجة أعمله. ودي النقطة اللي كنت هاكلمك برضه فيها، إن الموضوع ما بينتهيش بمجرد إن أنا باختار المدرس، لأ أنا طول السنة عندنا CPD continuous professional development program، بنحاول فيه نحدد إيه مشاكل المدرسين، إيه الareas of improvement. وأحيانًا كمان أو مش أحيانًا، ده الحاجة اللي بتحصل على طول إن في survey بيتبعت للمدرس، بنبدأ نسأل المدرس إيه الareas اللي أنت محتاج تاخد فيها courses، أنت محتاج تتارجت إيه في الprofessional career بتاعك. هل في cases نقدر نتكلم فيها عن مدرسين في موضوع الdevelopment بتاعه خلال السنة؟ في cases نقدر نقول إن هم عملوا success story. وin a nutshell أو عشان ألخص لك الجزء ده، إحنا ممكن refer back لmany teachers عندنا في المدرسة they joined the school وكانوا لسه الexperience بتاعتهم limited، بدأوا إن هم support teachers لكن قدروا بعد كده to be promoted. في teachers got hired وقدروا يوصلوا لمرحلة إن هم بقوا head of department وبقوا ليهم leading positions. فكل الستوريز دي لو عملت لك أي reflection لحاجة فهي بتقول لك إن السكول community نفسه هو اللي قادر إن هو to develop البوتنشالز بتاعة المدرس. ففكرة الديفلوبمنت بتاعة المدرس ما أقدرش أقول إن هي مسؤولية فردية على المدرس، لا هي جزء أساسي من دور المدرسة. طب بما إننا ذكرنا الكوميونتي بتاعة السكول، إزاي بنحافظ على الويل بينج بتاع المدرس والويل بينج بتاع الستودنت؟ طبعا الويل بينج ده بقى من أهم الكونسبتس الموجودة دلوقتي طبعا. وما بقيناش نقدر نقول إن هو بقى privilege أو حاجة إضافية، لا هو الأساس. والويل بينج ده لازم يبقى translated into action، يعني مش مجرد إن أنا أقول إن أنا عندي مثلا peace of mind وبس، لا هو لازم يبقى إيه الأكشنز اللي المدرسة بتعملها عشان تحقق الويل بينج للطلبة والويل بينج للمدرس. الويل بينج for students we already have بروجرام للويل بينج، والبروجرام دوت بيحاول يشتغل مع الولاد على كل الكومبتنسز اللي بتعلمهم حاجات أساسية زي السيلف اكسبريشن، how to control your reactions، تقول إيه وتعمل إيه في المواقف اللي أنت هتتعرض لها. at the same time بالنسبة للمدرسين في activities وفي حاجات كتير جدا بتتم في المدرسة طبعا بتنسيق ال HR زي مثلا bonding days وزي ال PLC وزي ال collaboration ما بين المدرسين، وطبعا بالإضافة لدور بقى ال leaders عامة اللي هم طول الوقت بيقدموا للمدرسين support عشان يعلموهم أنت إزاي to overcome situation معين، إزاي تتعامل مع الطلبة في المواقف المعينة. ممكن لو في advice لأي parent دلوقتي بيقدم لأولاده في مدارس يكون مركز على إيه وهو بيقدم؟ تمام، ده سؤال مهم قوي وهعتبره يمكن يعني أحلى الأسئلة اللي اتسألت النهاردة في البودكاست. نصيحتي لأي ولي أمر سواء إن أنا educator أو يمكن admin في مدرسة وكمان كولية أمر، إن كل ولي أمر أول حاجة لازم يكون totally aware بالسيستم اللي ابنه أو بنته داخلين فيه. فكرة ال building awareness بمتطلبات وطبيعة السيستم اللي أنا داخله هي نقطة البداية. يعني ما بقولش أو إن أنا بطلب من أولياء الأمور إن هم يبقوا داخلين في الجزء التكنيكال للنظام نفسه، بس لازم يبقوا فاهمين إيه الريكويرمنتس بتاعته. requirement من خلال طبيعة الأسسمنت، الطالب محتاج يذاكر إزاي،
انا كولي امر محتاج اتابع ايه، انا كولي امر محتاج اغير ايه في طريقه مذاكره ابني. فنمبر 1 you need to be totally aware بالسيستم بتاعك. هو ممكن يكون السيستم كويس جدا، بس ممكن يكون مشكله في الابن، وممكن العكس يكون السيستم مش مناسب للابن نفسه ان هو يخش السيستم ده. خلينا نقول ان حتى فكره ان طالب مناسب او مش مناسب للسيستم دي احنا كمدرسه لينا دور فيه. فانت كمدرسه بعد ما بتعمل البروسيس الاولانيه للتقديم والبليسمنت والى خلافه، بتعمل ستودنت بورتفوليو وبتعمل بروجرام كامل ان انت تسبورت الطالب. ده جميل جدا. لان ما ينفعش خالص ان انت تكتفي ان طالب هو مش ريدي لده، وما ينفعش تاخد دوت ككونكلوجن نهائي الا لما تكون انت you have done your best. طب انت قدمت ايه؟ عملت سبورت ازاي؟ عملت جايدنس ازاي؟ فانا يعني من وجهة نظري I'm totally against فكرة ان انا استيريوتايب او اعمل نمط ان الطالب ده ما ينفعش هنا. هو ممكن يكون ينفع، بس هو مش باين من دلوقتي من الاسسمنت ده مش باين. وممكن يكون عنده potentials لسه ما حدش اكتشفها. م. فدي النقطة الأولانية اللي هي أول حاجة اللي هو الأويرنس للسيستم. نقطة تانية ونصيحة لكل أولياء الأمور إن هم لازم يختاروا المؤسسة التعليمية اللي يكونوا هم واثقين فيها ومؤمنين بيها، سواء على قدرات الكاليبرز اللي في المدرسة أو على الانفايرمنت نفسها إن هي سيف. لأن لو جزء الثقة مش موجود هنفضل طول الوقت إن ولي الأمر في مرحلة evaluation للسيستم. هل ده صح؟ هل ده يتعمل بشكل مختلف؟ وطبعا خليني أقول لك إن الثقة دي بتتبني بأشكال كتيرة: خبرة المدرسة، باك جراوند، الألوميناي اللي اتخرجوا من المدرسة، الريكورد بتاعها، نتائجها إيه. فهو في الحالة دي بيقيس الثقة بس based على فاكتورز وداتا وأرقام، مش based على أهواء شخصية. وآخر أدفايس هحب أختم بيها إن أحيانا السوشيال ميديا والحاجات اللي بتتقال على السوشيال ميديا بتسبب كيوس، وبيبقى فيها جزء من عدم الوعي أكتر ما هي بتكون مصدر موثوق فيه للمعرفة. فمش كل مصدر معلوماتنا عن أي نظام تعليمي يكون من خلال السوشيال ميديا، لأن أحيانا المشاركين في السوشيال ميديا هم مش مؤهلين إنهم يبقى ليهم دور تربوي أو إن هم يدوا معلومات صح. هو أحسن حد نسمع منه نصيحة لو حد كان موجود في المؤسسة نفسها أو كان موجود في المكان ده نفسه. بالظبط. وزي ما قلت لحضرتك أي مؤسسة تقدر تثبت نجاحها من خلال هيستوري طويل جدا، نتائج طلبة، كم طالب دخل كلية ايه، الفيدباك من الجهات الاعتماد نفسها للمدارس، ما هو ده بيدينا سكور. أستاذ سارة، أنا حابب أشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة، ومبسوط بالانفو اللي حضرتك فدتينا بيها النهارده وفدتيها المستمعين، وان شاء الله يكون البيرنتس كلهم استفادوا بالمعلومات ديت. ميرسي جدا، انا مبسوطه اكتر وبحب اشكر بودكاست اديوناس، وان شاء الله كده يبقى انفورماتيف لاولياء الامور والستودنتس. شكرا ليكي جدا. ميرسي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده من بودكاست اديوناس.